هاي، وحشتوني جدًا، جدًا. حاسة إن إحنا بقى لنا كتير ما اتكلمناش، وبقى لنا كتير أوي ما حضّرتش أي حاجة أقولها لكم في الchannel بتاعتي، بس حبيت إن أنا أرجع لكم بعد فترة كبيرة أوي، أوي مش باصوّر لظروف صحية زي ما قُلت لكم، بس أنا رجعت لكم وبقوة شديدة، وإن شاء الله هنعمل مع بعض شغل حلو جدًا، جدًا، جدًا. في الحلقة بتاعة النهارده أنا عايزة أكلمكم عن حاجة ممكن تسمعوها وأنتم بتاكلوا، بتشربوا، بتعملوا أي activities وحاطين الموبايل جنبكم. كنت حاسة إن الموضوع اللي هاتكلم فيه النهارده هو ممكن يكون break من الChinese، بس عارف كده لمّا تيجي تاخد break وحاسس إن أنت مش عندك تأنيب ضمير، على قد ما أنت مرتاح ومبسوط وحاسس إن حاجات كتيرة جدًا، جدًا، جدًا وراك. في نفس الوقت الفيديو بتاعي النهارده بجد، بجد هيحطك على الطريق الصح، وهيخلّيك تعرف أنت لازم تصاحب مين أيام الجامعة. وقبل ما نبدأ خلّيني أقول لكم إن الصيني مش بويا بويا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا subscription وfollow like للفيديو ده وانشروه مع أصحابكم اللي بيدرسوا Chinese، عشان هاقول حاجات من أهم الحاجات اللي ما فيش حد بينبه عليها قبل دراسة اللغة الصينية. أول ما تدرس اللغة الصينية سواء كنت هتدرسها في معهد أو في جامعة أو كان ده تخصصك أو هتروح حتى لمعلم لغة صينية يعلمك اللغة، في 9 أنواع من البشر يا جماعة أنتم هتقابلوهم أثناء دراسة اللغة الصينية ودراسة أي لغة عمومًا. ال9 أنواع دول حاجة toxic، أنتم ما ينفعش أصلًا تتعاملوا معاهم ولا ينفع إن أنتم تتكلموا معاهم بالمرّة. أنت أي حد بيعمل الحاجات اللي أنا باقول لكم عليها دي أو أنواع الناس اللي أنا هاقول لكم عليها في الفيديو دول، لازم ما تتكلموش معاهم ولازم تقاطعوهم تمامًا. لو أنت شُفتوهم جايين من حتّة، امشوا أنتم من الحتّة التانية. أول نوع هاتكلم عليه النهارده هو مُحبِط الأحلام. ممكن يكون صديق ليك على فكرة، وممكن يكون قريب منك فعلًا بشكل كبير، بس تيجي تتكلم معاه تقول له مثلًا أنا عايز أسافر الصين، أنا عايز أفتح مشروع، أنا عايز يعمل حاجة في مستقبلي، تلاقيه طلع لك بمليون حاجة وبيقول لك لا، لا، لأ، تسافر الصين إيه يا عم؟ لا، لا، لأ، ده سفر الصين ده ما لوش لازمة، ده تعلُّم اللغة الصينية أصلًا ما لهاش لازمة، أنت يعني هتعمل إيه بالصيني؟ أنت آخرك أصلًا إن أنت تشتغل وتشتغل موظف تاخد لك 5، 6000 جنيه. النوع ده إحنا بنسميه مُحبِط الأحلام. أو أنا عن نفسي النوعية دي من البشر أنا باحس إن هي بتدمّر الحاجز أو الهالة اللي أنا حاطاها لنفسي. باحس إن هي بتجيبني لتحت بصراحة، باحس إن أنا لو مثلًا عندي خطط غير واقعية أو حاجات أنا حابة أعملها في مستقبلي، حتى لو الحاجات دي صعبة أو محتاجة وقت كتير، باحس إن الناس دي بدل ما تشجعني على الأحلام اللي أنا حاطاها، لأ دي بترميني لتحت. فأنا النوعية دي من الناس والله يا جماعة بجد أنا مش باحبها خالص ومش باحب أتعامل معاها. لو عندك أي حد مُحبِط الأحلام please اعمل له block وما تتكلموش تاني. تاني نوع معانا النهارده هو حارس بوابة الصين. حارس بوابة الصين اللي كل ما حد يقول له أنا عايز أتعلم صيني يقول له مستحيل، أنت مش هتعرف، ده الصيني صعب، ده الصيني مرعب، ده الصيني وِحِش، ده الصيني غريب، ده الصيني رموز، ده الصيني ما فيهوش حروف، ويقعد تحس إن هو الحارس بتاع البوابة بتاع الصين كده، هو قاعد على الحدود، هو بيقول لك أنت تروح فين وتيجي منين. وبجد تلاقيه كknowledge وتلاقي حتى سِنُّه مش شخص عنده knowledge أو experience كبيرة في دراسة اللغة، على قد ما هو حد عايز يحسسك إن أنت مش هتقدر تعمل ده أو لا، لا، لأ، لا، لا، هو الحارس بتاع البوابة اللي هو فعلًا أنت مش هتدخل الصين إلا بأمره. طبعًا النوع ده من أكتر الأنواع الtoxic اللي بتخلّينا بجد نمشي ونهرب من الصيني خالص. تالت نوع toxic وهو معانا النهارده يا جماعة بتاع المقارنات. تيجي تتكلم معاه أول ما تبدأ دراسة اللغة الصينية أنت بتحبها وأنت شايفها إن هي حلوة، يقول لك لا، لا، لأ، الصيني لا، لا، لأ، الإنجليش أحسن، الفرنش أحسن، الإسبانيش أحسن، الRussian أحلى. تلاقيه بياخد مميزات كل لغة ويقعد يقنعك بكذا لغة ويعمل لك تشتت ويعمل لك عدم ثبات وتحس إن أنت مشتت جدًا، جدًا بعد الكلام معاه. ويا ريته مثلًا بيتكلم عن علم، هو بجد مش بيتكلم عن علم خالص، على ما قد هو بيتكلم إن هو عايز بس يبين إن هو عنده experience ويبين إن هو ناصح وإن هو advisor، وهو بجد ما بيعرفش يعمل أي حاجة في حياته. فالنوعية دي من الناس يا جماعة لازم بجد، بجد نقاطعها. ومثلًا لو أنت كنت دخلت اللغة الصينية وبتتكلم معاه، يقول لك طب ما ليه ما دخلتش ياباني، طب ليه ما دخلتش فرنش، طب ليه ما دخلتش Spanish. بجد النوعية دي من الناس أنا باحس إن هي فعلًا وحشة جدًا وبتسبب حاجات كتير، فأنا بجد مش حاباها خالص ومش باحب أصلًا أتعامل معاهم. رابع نوع يا جماعة من الناس الtoxic اللي حافظ كلمتين وجاي يتفلسف.
هو فعلًا ما بيعرفش يعمل أي حاجة غير إن هو حافظ 3 كلمات بالضبط، يقعد في كل محاضرة يا دكتور بس دي نطقها كذا مش كذا، بس عارف أنت المفروض تقولها مش أنت المفروض تقولها مش ويقعد مثلًا يعَدِّل عليك على قد ما هو منشغل مش منشغل بنفسه على ما قد هو منشغل بيك أنت، ومنشغل باللي حواليه. النوعية دي من الناس يا جماعة هي من أكتر الناس اللي فعلًا ممكن تصيب صاحب اللغة بتعفُّن وتصيبه بركود. اللي بيتفلسف على غيره ده أو شايف إن اللغة حِكر عليه، هي من نوعيات اللي أنا عملت لها cut off من أول سنة تانية. لإن أنا سنة أولى ما كانش عندي experience جامدة، فللأسف مرّيت بكل الأنواع دي. النوع الخامس يا جماعة من الناس اللي هتقابلهم هو المنافس المُرعب. المنافس المُرعب ده هو بيكون شخص بيعملش أي حاجة في حياته غير إن هو بجد بيعمل لك منافسة. بيقول لك إيه ده أنت جِبت 95 لأ ده أنا جِبت 96 ده أنا جِبت 97 طب أنت ليه ما جِبتش 92 ويقعد يعمل مقارنات غريبة، وبجد بيقعد يعمل يعني أنت بجد ما طلبتش تعرف هو جايب كام، بس دايمًا يحب ينافسك. أنت ذاكرت يوفا؟ لأ أنا ذاكرت يوفا ومقال. أنت ذاكرت يوفا ومقال؟ لأ ده أنا ذاكرت يوفا ومقال ومسرح. أنت ذاكرت يوفا ومقال ومسرح؟ أنا ذاكرت يوفا ومقال ومسرح واستماع. ودايمًا يحط نفسه في comparison ومقارنة معاك وأنت أصلًا ما طلبتش رأيه. طبعًا مش محتاجين نعرف إن النوع ده بنعمل فيه إيه. سادس نوع وده أخطر نوع من الأنواع اللي هاقولها النهارده يا جماعة، وهو بتاع الإشاعات. بتاع الإشاعات سمعت إن اللوحة اتلغت، سمعت إن شغل الصيني قَل، سمعت إن المرتبات بقت في الأرض، ده أنا سمعت إن الرئيس الصيني لغى وجود الجنسيات الأخرى في الصين. بتاع الإشاعات ده يا جماعة هو من أخطر الناس اللي أنا فعلًا باحس إن أنا قاعدة مع قنبلة موقوتة. يعني أنا هاقعد مع قنبلة موقوتة في أوضة معيّنة، أنا هابقى عارفة القنبلة دي هتنفجر إمتى، بس لو أنا قاعدة مع بتاع إشاعات أنا مش هتعرف هو عايز إيه، أنت بجد قاعد على قنبلة موقوتة. فبتاع الإشاعات يا جماعة أرجوكم، أرجوكم ابعدوا عنه تمامًا. أنت مهما كنت دراستك للغة حلوة، ومهما أنت كنت حاسس إن أنت شاطر، لو أنت بجد يا جماعة لو أنت بجد مش عندك هالة أو عندك دايرة من الطاقة الإيجابية اللي راسمها حوالين نفسك، صدّقني أنت مش هتعرف تعمل أي حاجة خالص في حياتك. النوع السابع يا جماعة اللي محتاجين نبعد عنه وهو الخبير الوهمي. الخبير الوهمي بمعنى إيه؟ بييجي يا جماعة نوع من الطلبة كده في سنة أولى يتكلم عن اللغة الصينية كأنه عارفها من قديم الأزل، وإن هو خبير في الأمم المتحدة، وإن عمه شغال وزير مالي، وإن خاله سافر الصين 16 مرة عشان خاطر عنده business هناك، وإن هو درس اللغة الصينية من وهو صغير وبيتكلمها بشكل طليق أوي من وهو صغير. هو فعلًا يعني fake expert. هو ليه بيعمل كده؟ عشان بيجذب الattention أو بيحاول إن هو يجذب الناس ليه. لكن هو مش حد حقيقي ولا حد أصلًا عنده experience، على قد ما هو شخص أنا باشوفه إن هو شخص فاشل، شخص ما بيعرفش إن هو يعبّر عن مشاعره بطريقة صحيحة، ولا شخص حتى بيحب يوصف نفسه بشكل صح، على قد ما هو بيحب يتشاف بعيون الناس إن هو ناجح، ولكن ده مش الحقيقة. فالنوعية دي برضه من الناس لازم نبعد عنها تمامًا. النوع التامن اللي دايمًا باتكلم عنه إنه الشخص المختفي طول السنة. هتلاقي شخص مختفي طول السنة، طول السنة حرفيًا ما بيظهرش، بيظهر عند الامتحانات. باقول لك إيه، أنا عايز المادة كذا، أنا عايز كل الورق اللي الدكتور قاله، أنا عايزك تقعد وتشرح لي كل حاجة from A to Z، وأنت يا عيني عشان شخص طيب وشخص ما بتعرفش تقول لأ، تساعده، تقول له أوكي وحاضر وهاساعدك والكلام ده. يا جماعة الأشخاص دي والله بجد أنا مش باقول ما نساعدش حد، أنا باقول نساعد ونقف جنب صحابنا وكل حاجة تبقى كويسة ونعمل أقصى ما عندنا عشان نساعد صحابنا، أنا ما باقولش نعمل غير كده. بس يا جماعة بالمعقول، أنا ما ينفعش واحد يكون فاشل وبيسهر وبيلعب وبتاع بنات وبيروح وييجي والكلام ده، وييجي طول السنة ما يحضرش وآخر السنة يجيب تقدير على قفاك. أوكي، النوع ده برضه نبعد عنه خالص. النوع التاسع والأخير معانا في فيديو النهارده هو كاره الصيني نفسه. في نوعية من الناس يا جماعة دخلت القسم وهي مش حاباه، عشان مُجبرة عليه أو عشان القسم ده مثلًا حد من العيلة أجبره إن هو يدخله، أو بيدرس عشان هو مش قادر إن هو يدرس حاجة غير ده، هيطلّع كره اللغة الصينية فيك.
النوعية دي من البشر أنت لازم تبعد عنها تمامًا، لإن هو كاره اللغة الصينية، أنت حتى لو كنت بتحبها وكان عندك شغف بيها وفضلت إن أنت تتكلم مع الشخص ده كتير، هينقل لك كل الnegativity وكل حاجة بيعملها وِحشة مع اللغة هينقلها عندك، فبالتالي أنت مع الوقت هتفقد الشغف إن أنت هتدرس اللغة دي أصلًا. please يا جماعة please الأنواع دي من الناس please ما تحاولوش إن أنتم تتكلموا معاها ولا تحاولوا أصلًا إن أنتم تتعاملوا معاهم لا من بعيد ولا من قريب، النوعية دي سامة وقاتلة وممكن تسبب إن أنتم تفقدوا الشغف باللغة تمامًا. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، شيّر الفيديو ده مع صاحبك اللي بيدرس لغة صينية أو بيدرس أي لغة، وقُل له الناس دي لازم تبعد عنها تمامًا وما ينفعش إن أنت تتعامل معاهم أبدًا، أبدًا، أبدًا. وأشوفكم الفيديو الجاي، وما تنسوش إن الصيني مش بويا بويا. تصبحوا على خير.